تعرف بيك؟ محمد حسن. ماتش النهارده صعب جدا. مفيش حد بيبقى عنده امنيات وطموح في البطوله وبيشوف اي ماتش بيبقى سهل، وبالذات في بدايه المدرب ماتشات رسميه هو ما خدش الا فتره شهر. هو الراجل قال في المؤتمر الصحفي قال الفرق بتاخد من شهر ونص لشهرين بالظبط. بس احنا بنقول له يعني احنا وراك، اعمل شغلك واحنا وراك على طول. يعني جمهور الزمالك دعم ناس ما كانتش تعمل نتائج، ما كانتش تلعب كره حلوه، مع ذلك احنا بنقول لك احنا وراك، ده دمنا احنا جمهور الزمالك ورا اي حد ورا نادي الزمالك. توقعك الماتش النهارده ايه؟ ان شاء الله هنخلص وهنكسب 2-3 باذن الله. لو 2-0 زي ما انت بتقول او 2-1 ايا كان، مين يجيب الجونين؟ ان شاء الله الاسطوره انا بتفائل بيه من زمان ناصر منسي، وشيكو بنزا هيعمل مشاكل ان شاء الله. استنوني انا مش جاي، هو ده. ماتش النهارده طبعا صعب، بيبقى فريق كبير طبعا. يعني فريق يبتدي بناصر ماهر، ناصر منسي، شيكو بنزا. شايف الطريقه الهجوميه دي ايه رايك فيها؟ هو الراجل شكله حاسب الريسكات بتاعته، لانه ما بداش بحد كتير من الصفقات الجديده، فواخد ريسك على يعني بسيط شويه، معتمد على القوام القديم، ودي حاجه طبعا مستحبه في الاول لحد ما الفرقه حتى تحط رجلها في الملعب ويبقى فاهمين هو عايز ايه، يعمل ايه، والشغل اللي هو عايز يعمله في الشغل الرسمي ان شاء الله ينفذه، وهيبقى ريسك ان شاء الله محسوب، وان شاء الله هيجي في مصلحه الفرقه.